وبالله عليكم هذه وغنختم عليكم والله ما نطول عليكم، غنتكلم معاك بالعقل. البوليسي باش كنعرفوا البوليسي، وباش كنعرفوا هذا مخازني، وباش نعرفوا هذا من السيمي، وباش كنعرفوا هذا من الحضار، وباش كنعرفوا هما عم الفقيه. وجاوب اللباس. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. كنعرفوهم بالهندام، اذا وانت مسلم باش نعرفوك بالهندام. وكاين اللي بركة عليا. متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة وادوانو. السي البطل ديالنا أبو حفصة، بارك الله فيك. عمر أبو حفصة النحيلي، الله يجزيك بطلنا وحبيبنا، الله. فليتفضل مذكورا، بارك الله فيك. وكل من أتى من طرفه مذكورا. الله يجزيك بخير. هذا اللباس لباس جميل، ما تقول فيه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يقبضه ربه حتى أن أقام به الملة العوجاء، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله هي طريق الفوز في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. أما بعد، يقول رب العالمين في القرآن الكريم اللي هو الدستور ديالنا، يعني اللي هو يعني حكمون فيما بيننا. ربي قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم كمل الفقيه أن اتقوا الله. الله يجعلني يا مشاهدي يا حبيب أن نكون من المتقين. باختصار شديد، جميع الملاحظات وجميع النصائح كنقبلوها، غير واحد النصيحة وحدة ما كنقبلوهاش، اللي كيبين لينا السوء ديالنا في المراية ما نحملوهش. بشهادة رب العالمين، كلامه الحق، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ربي كيأكد لك، كيقول لك تنزيل من حكيم حميد. ربي قال ولكن أكثركم للحق كارهون. نعوذ بالله. كاين بعض الشباب، بعض خوتنا المسلمين، كيشوفوا شي عائلة تيتيزا متبرجة مفضحة، والمرأة الموطن ديالها واحد، هو البيت ديالها هي كوزينتها. المرأة ملي خرجت وقع المنكر، وقع التفكك، وقع الخلل في الأسرة بسبب المرأة خرجت من موطنها اللي قال فيه ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربي قال وقرن في بيوتكن. المرأة الموطن ديالها هو البيت، لكن بقيتوا عليها حتى خرجتوها. كاين بعض بني جلدتنا كيشوف شي عائلة كتكلم مثلا بشي كلمة حق، هو السم مدسوس في العسل. المرأة تمشي تخبى، قال لك لا، مرأة ب1000 رجل. نعوذ بالله. المرأة تخبى، المرأة معدلة وهيدا، فهمتي؟ نعوذ بالله. ربي قال وقرنا في بيوتكن. رب العالمين خاطب الأزواج ديال أشرف خلق الله رسول رب العالمين، وشنو قال لهم رب العالمين؟ وإذا سألتموهن كمل الفقيه فاسألوهن من وراء حجاب. شكون هادو؟ الأزواج ديال النبي. المهم اللي بغيت نقول لك، كاين بعض الواحد ما يتفاعلش مع هذا الكلام، واللي بغيت نقول لك أنا واحد صاحبي لعله حسن أو سعيد، هذه العائلة الكريمة التي خيرها هنقول ربي جزاهم الله خير، حلال، أصحاب مجزرة بغداد. مؤخرا سمعت من عندهم حكاو لي بأنه شي صاحب سيارة كيجيب السيارة ديالو، شو المبادئ، شو القيم، شو الأخلاق، شو الشهامة، شو الرجولة. للرجولة علامة. هذا شي صاحب السيارة كيوقع له شي مشكل مع هذاك صاحب حارس السيارات الليلية، شي واحد في شي حي كيرد البال السيارات الليلية. هذاك السيد دابز مول السيارة،
دابز مع الحارس ديال السيارات. هذاك حارس السيارات يعني ملي دابز مع هذاك مول السيارات عصب منه. هذاك مول السياره كل صباح كيجي كيأدي له الواجب د هذاك الحراسه، كيعطيه الواجب يعني كيدور معاه ولا كيخلصو. ملي كيدابزو الحارس ما كيبغيش يمشي يتخلص من عنده، فاذا صاحب السياره هو كيغوت له كيقول له فلان واجي، كيقول له ما كنهضرش معاك، كيقول له شوف دابا الدابيزه ديالنا بوحديتها وهذا الشيء هذا بوحديتو. يمكن لك تاخذ عليا شي نظره خايبه، ولكن في شي موقف اذا كان فيه الحق وهذا نتخب من اللي بغيت نقول لك. شو الموقف، شو الرجوله؟ ها الرجوله عندها العلامات. واش فهمتي، واش استوعبتي الكلمه ديالي اش بغيت نقول لك؟ المهم الكلمه اللي بغيت نقولها نعاود من جديد باش بغيت نتكلم معاك بارلي دو فرونسي، باش بغيت نتكلم معاك بالقران الكريم، باش نتكلم معاك بالوحي الثاني اللي هو كلام سيدنا النبي، باش خصك نتكلم معاك بالعقل. ايوا ستروا العوره ديالكم عباد الله. انا المهم انا كندخل للجامع كنلقى الانسان هكذا الصوره، كندخل للجامع ديال المسلمين في بلاد المسلمين. ايوا خصك دير الحيطه والحاضر. النبي بين لينا في هذا الدين ديالنا، خصوصا في القضيه ديال شروط صحه الصلاه. من صحه شرط قبول الصلاه ستر العوره. انت كتصلي بالسريويل، ما كنشوفوش هذا المنكر عمل فقيه. ربي قال لك ولا تكتموا الشهاده. نعم كاين يقول لك وانت واش كتمشي تصلي وكتحضي عباد الله؟ انا قلت لك ما كيبغيوش هاد الناس اللي يبين لهم السوءه ديالهم في المرايه. عندي سروال مزير، خليه مزير والعوره كتبان. تتبان لي سروال حيت السروال مزير، والعوره المغلظه كتبان حيت السروال مزير. تتبان لي عوره حيت السروال مزير. هيدا واش دابا تشوف هيدي شي حاجه. شوف هذا هو اللباس المغاربه. لا احنا المراه ملي كتحجب وكتستر وكتخبى كيقول لك وما جابوا لنا هذا اللباس وهذا لباس داخل علينا. هذاك الطراوزاز ملي جبتوه ملي جبتو داك الطراوزاز وداك اللباس اللي كيبين لكم العورات ديالكم، ستر العوره ديالك. المهم انا خص يكون عندي واحد الوعي، تكون عندي واحد الثقافه. هذه هي الثقافه. من ندخل انا للجامع ونشوف واحد لابس سريويل مزير وكتبان المؤخره ديالو وكتبان المكان العوره ديالو المغلظه، اذا انا خصني نطلع سروالي وانا خصني ندير الحجاب السلامه وانا خصني ندير الواقي او لا. المهم انا هنسجد. شنو العوره هتشوف هيدا؟ شوف شنو العوره هتشوف، نكونوا واقعيين. ولكن اكثركم للحق كارهون. انت انا هنسجد. الله اكبر. شنو العوره هتشوف؟ صور مزيان عمي الفقيه، صور لهم صور كلشي. شنو العوره هتشوف هيدا دابا؟ قول لي. يلا يلا. والمهم ملي تلبس السريويل دير واحد التجربه. حط التليفون ما دير السريويل. ملي تلبس السريويل مزير دير واحد التجربه. حط الهاتف وخدم الفيديو وسجد وشوف العويوره ديالك كي كتبان. راه هادشي اللي بغيت نقول لك، وانا تكلمت معك بجميع الدلائل والكلام واضح وباين للاسف الشديد، ولكن اكثركم للحق كارهون. احنا بقينا كنحشموا ندخلوا للمساجد ديالكم، بقينا نحشموا اقسم بالله. وهذا الكلام هذا راه بحراره وبحب. هذه من باب وقولوا للناس حسنى. اعظم حسنى هي تبين الانسان المشاكل ديالو كما قال سيدنا عمر، هذا رئيس دوله امير المؤمنين رضي الله عنه، حيث قال رحم الله عبدا اهدى لي عيوبي ولكن اكثركم للحق كارهون. دابا انت هتشبر مثلا هذا الشارط وتصيفطوا لصاحبك وتطاكي صاحبك، حنا حتى كتكون شي قله الحياه نطاكي ونضحكوا هنلا وتاجر الدين وانت هتقولنا وابو الحياه وكذا وهذاك ديال بني محمد. ولكن الفساق هذا هو الديدان ديالهم، ونحن باذن الله مستمرون. وحنا بغينا نحيوا الفضيله ونعوذ بالله بشي حاجه ديال المنكر. قول عمي فاش باغي تقول. الله سبحانه وتعالى قال وخذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الى اخر الايه. انه لا يحب المسرفين. سبحانه. ربي سبحانه وتعالى قال في الايه الكريمه، شنو قال الله سبحانه وتعالى؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا، زيد الفقيه، يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربي قال لك وذلك خير. ربي آية قرآنية، هذه آية قرآنية. ربي قال لك ولباس التقوى خير. والعلماء تكلموا في هذه الآية، وأعظم لباس التقوى هي تستر العورة ديالك. راه حنا بقينا كنتعجبوا في الشوارع ديالنا في بلاد المسلمين، ما بقينا نعرفوا من الراجل من المرأة. المهم ملي كنشوفوا
التاريخ، وكنشوفوا رجال اللي جابوا استقلال وكذا وكذا وكذا. مثلا كتسمع، مثلا كتشوف شي صوره، هادشي قريته انا في الابتدائي، وملي كنقراو في المطالعه في ايام المدرسه. على سبيل المثال كانوا كيبينوا لنا مثلا شي هرم او شي مسؤول ديال المسلمين او شي امير ديالهم، على سبيل المثال يوسف بن تشافين، يعني كيبينوا لنا الصوره ديالو مثلا في التاريخ ولا في الجغرافيا او في القراءه. اش كان كيلبس يوسف بن تشافين؟ بشي بحال هيدا، ها؟ مثلا شي خليفه من الامويين او شي خليفه ديال المسلمين كيبينوا لنا التصويره. هادشي هذا مابقاوش يبينوه في المقررات، ولاو كيبينوا السريولات، فهمتي؟ خبع دير حزب السلامه. راه اليوم في المساله الدنيويه لما لقاوكش داير حزب السلامه خلص 300 درهم ويعملوا لك البروسي ويحيدوا لك النقاط. واعظم حزب السلامه ما تبينش العوره ديالك، سر العوره ديالك اصاحبي. راه بقينا كان ما عرفاش غنمشيو نعيشوا معاكم اصاحبي في بلاد المسلمين. الله يرحم الوالدين، والله وبالله وتالله كلمه من رجل صادق امين، ونطلب الله تعالى يجعلني نكون من الصادقين. رد بالك واتقي الله والسر العوره ديالك. واكبر جريمه وكنحمل لكل مسلم هي وصلوا هذا المقطع، كنحمل لك المسؤوليه. عيب عليك، عار عليك. الجار ديال المسجد، شحال الجيران ديال المساجد، وراجل عنده 40 عام و50 عام و60 عام، الجار ديال المسجد، ولبس شي فوقيه ولبس شي زي اسلامي، يشوفوك وليداتك وحتى هما يترجلوا. جار المسجد، ما هنقولوا في شي شركه خدام، ما هنقولوا الجار ديال المسجد وخارج من الدار ديالو، الدار حدا الجامع، وضارب السريويل ديال الطراوزيز، وراجل في عمره 60 عام. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا راه دين، هذا عباد الله. اتمسكوا بالدين ديالكم، واعظم ما في هذا الدين هي ترجلوا معنا ولبسوا اللباس ديال المسلمين. الله يرحم الوالدين، ستروا العوره ديالكم. راه حنا المساجد ديالنا الحاله ديالهم ولات كتخلع، اقسم بالله العلي العظيم. كنشوف بعض المساجد، بعد ما كنعمل احصائيات كنشوف المستوى الاسلامي والمستوى الديني في وصل في هذه الامه المحمديه اللي رب العالمين جعلني ضمن منها، واحد فرد منها. كندخل الجامع كتلقى الصف كامل ديال الجامع والجامع كامل كلشي بالسريولات ديال الطراوزيز. والمهم شوفوا العلماء شنو قالوا في هذا اللباس ديال الطراوزيز، وردوا بالكم. راه حنا بغينا ننصحوكم، وهذا هو الديدان ديالنا، نقدموا النصيحه. رحم الله عبدا اهدى لي عيوبي. راه اعظم عيب هو هذا، تدخل الجامع وانت الجار ديال الجامع والباب حدا الباب وانت جايب السريويل وراجل كبير. يا بارك الله يجعل اخرنا احسن من الاولنا. نتاهلوا شويه، كنتاهلوها في الخاوي. فيما كانت شي حاجه الخاوي ما تخممش بلا ما توصينا. ستر العوره كتعتبر شرط من شروط صحه الصلاه. اذا الا ما سترتيش العوره ديالكم، ما كانتش العوره ديالكم مطرقه ومسدوده هذه، راه الصلاه ديالك ما مقبولاش. ياك عمي الفخي؟ الصلاه ديالو باطل. وردوا بالكم. وكيف ما قلت لكم انا نرجع للنقطه اللي بغيت نقول لكم. ملي كنشوفوا كنرجعوا للتاريخ ديالنا والاجداد ديالنا اش كانوا كيلبسوا، اي واحد يقول لي سبحان الله، الا كان شي بطل هيشاهدني ويقول كلمه حق، وهيدا كان كيلبس جدي، هذا اللباس معروف عند الامازيغ المغاربه، هذا هو اللباس ديالهم. ايوا حنا فين؟ ايوا تما قالك من كان يتاسى فليتاسى بما سلف. حنا دابا علاش شنا شي لعيب دار هذاك السريويل المسلمين، دابا حنا صبحنا نعوذ بالله الاخوه الكرام، وغنقولها وما تلومونيش، الله يجزيكم بخير، وخصوصا حنا المغاربه، حيت انا عندي واحد الرابطه كبيره مع هاد الناس. صبحنا كنقلدوا التقليد ديال القرد فين ما كان شي تقليد ماشي هو داك كيديروا القرد فين ما كان شي حاجه خايبه كيقلدها. والتقليد الاعمى، والتقليد ديال الخنازير عياذا بالله، والتقليد ديال الغراب. هذاك الغراب كيف ما كيقولوا المغاربه في هذيك القوله، اللي مشيت الحمامه، ايوا ما مشى لا مشيتو لا مشيت الحمامه. ترجلوا معنا الله يجزيكم بخير، ترجلوا معنا، راه ما خليتوا العيالات ما الله يجزيكم بخير. ترجلوا معنا، الله يرحم الوالدين. وهذا هو الزمان ديال التقدم والتاهل. الله يرحم الوالدين، والله العظيم ما بغينا غير الخير. تبارك الله عليكم. وهذا مكان كان نقول لعمي الفقيه اللي عنده شي تعقيب او عنده شي كلمه، وما نسمحش شي واحد اللي عنده شي خطا في هذا الكلام ديالي يواجهني. شنو الخطا عندي؟ شنو؟ والنبي قال لك سيدي، النبي رسول الاسلام، رسول رب العالمين، الذي كان للاولين مبدأ وللاخرين خير ختام. سيدنا النبي بين لك في الاسس ديال الصلاه بانه ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه. رد بالك انت تحت الجماع، ولكن باش شي لباس اللي يليق بالمقام. وبالله عليكم هذه، وهنختم عليكم والله ما نطول عليكم، غنتكلم معاك بالعقل. البوليسي باش كنعرفوا البوليسي؟
وباش كنعرفوا هذا مخازني، وباش نعرفوا هذا من السيمي، وباش كنعرفوا هذا من الحضار، وباش كنعرفوا مع عم الفقيه. وجاوب. اللباس. الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، كنعرفوهم بالهندام. اذا وانت مسلم باش نعرفوك. بالهندام. وكاين اللي بركة عليا بركة عليا بركة عليا. كاين اللي ساكن وسط الزعما تلبس هندام مسول. نعوذ بالله. وساكن في الجامع، هذا ساكن في الجامع والهندام ديالهم لا يبصروا بالخير. نعوذ بالله. هذا سكان المسجد. يا ربي طبعا طبعا طبعا. سكان المسجد ساكن في المسجد. واحد الفقيه ماشي فقيه، مسؤول على الفقيه في المنطقه ديالي. واحد المسؤول على الفقيه، واحد النهار تلاقيته والله الا والله تنقول سميتو، وقت السي عمر قال لي كان بان على باباهم والله الا هيدا السريويل وبعض الائمه ما كنجمعش كلشي، يعني التعميم راه هذه لغه ديال الجهلاء كما يقولون. كاين بعض الائمه كيف ما قال هذاك الجبلي. انا نحكي لكم هذه القصه هذه الله يجازيكم بخير، سمحوا لي وطولت. هذا واحد الجبلي في واحد الدوار ديالنا، والله تا قصه حقيقيه. هاد الجبلي بوي عبد السلام مبلي بالشقيفات، ولكن عنده عقيده التوحيد، عقيده اهل السنه والجماعه، عقيده ديال سيدنا النبي وبالسبيسي ديالو، ولكن عنده عقيده. عمي الجبلي عبسام واحد الفقيه جابوه، وما اكثرهم في هذا الزمان ديالنا. هذاك الفقيه غادي للجامع، غادي لابس هذاك الجليلي ايفازي حتى هو وغادي للجامع، ويشوف بو عبد السلام في هذاك التشريبه حدا تحت الشجره ديال الزيتون. قال له وا عمي عبد السلام بارك عليك يعني مسبسي، يعني هو نصحو. قال له بارك عليك. قال له الفقيه مع عبد السلام كلام خبير من رجل حكيم. دابا يرد عليه الفقيه دابا نصحو مزيان. قال له والله تصلي، ولكن انت لست اهلا للنصيحه. الفقيه سمع اش يقول له بو عبد السلام موسبيسي. قال له الفقيه وانا لا نعرف الفقيه، والفقيه اللي كانت كنسمع بالنصيحه ديالو سمالو شي بطل من الابطالين اللي كانوا هذه شحال، اما اليوم الا ما رحم ربي. قال له الفقيه انا نعرف الفقيه الفلاني ملي كان لا يدوز عليا يمشي للجامع يصلي بلا ما يقول لي يا عبد السلام يلاه تصلي، هلا نشوفوا ولا نتبعوا. تتم الكلام ديال عمي عبد السلام الجبلي. قال له انتينا عروان، هذه كلمه معروفه عند جباله. قال له انتينا عروان يعني عريان. الفقيه بجليلي ومحيد اللحيه وعريان، هذه راه عريان راه عيب. انا دابا اول الثمانينات كنعقل على راسي الفقيه ما كانش عنده اللحيه والله ما تشارطوا الجماعه، والله ما تدخل، والله تيجريو عليه كيحسبوه. المهم الكلمه لكم. ويجي واحد يقول لك يدوخونا وتخبى كل خبز تخبى الله يرضى عليك. واش فهمتوا؟ غادي نكمل. هذاك عمي عبد السلام قال له انا كنعرف عمي فلان هاك كنشوفو كنتبعو الجامع، علاش؟ كنمشيو الجلالب وجوج القباب. قال له انتينا عروان، هذاك الجليل بس ولاو كيلبسوهم بعد. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. كنتمنى كعمل الفقيه عندي شي خطا صلحوا لي، وانت من اهل الفضل ومن اهل الكلام ربي وعندك نصيب من العلم، وهادشي اللي استنتجته فيك. اللي كاين شي خطا في كلامي نصحني. لا كلامك صحيح. ودور وجهك وتكلم وقلنا الكلمه وختموا هذا. لا كلامك صحيح. بارك الله فيك. تبارك الله عليك، الله يكرمك. كلامه كله صحيح، كله في المسلم. اي انسان بغى يقبل النصيحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحه. شي ايه قرانيه في باب النصيحه والنصيحه الانسان خصو يتقبلها. ربي شنو قال؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هادشي اللي بغينا حنايا. نعم. دابا بالله عليك ما كتدخلش الجامع وكتشوف الانسان العوره ديالو. تصوم العواد انت تلبس سروال مزير. لا السروال كيهود له. لا كتبقى لا تلبسو مزير سيبت يا ولدي مزير. السروال يكون من الخوف، يكون على قده. تلبس قدك لا تقول واحد المقوله مغربي البس قدك ايواتي. اذا انسان تبغي يلبس هذا خارج عليه على الطاقه ديالو. دابا قلب عندي شوفوني مزيان باش نبين لهم واش دابا هذا واش لبس المغاربه ولا ديال من عاوتاني. لا هذا لباس المغاربه مأكد. هذا لباس نشوفو مزيان. هذا ماشي لباس الفضيله. لا هذا لباس فضيله. شكون احسن؟ واش اللباس ديال جدودي ولا اللباس ديال المستعمر؟ لا لباس التقوى. شد مزيان. هذا لباس التقوى. لا تسمي لباس التقوى ذلك خير. الله قال في القران قال لك لباس التقوى ذلك خير. الله هذا لباس التقوى خير. يا ربي تجيب كل من يسمع ويشاهد هذا المباشر أن تريه الحق حقا وحتى حنا معه، وأن ترزقنا وإياه اتباعه يا ربي يا كريم. نسألك في هذه الساعة ولعل ساعة الإجابة وهذه ليلة الجمعة يا ربي. اللهم أرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قول عمي فقيه. واحد السيد قال لي انت ديما لابس خارج يجيك زلابه خارج القطه قال لي بثوي السروال التريكو المثل تقول لي على مد الرجوله هذيك يدوخونا والله ما يدوخونا. لا قال لك ديما انت بالسلام وديما الفوقيه والزلابه وديما انا والله مسخيت دائما هيدا والله العظيم. ولكن دابا بقيت كنتاهل شيئا فشيئا. بقيت شي وحدين كيعاتبوني في القطاع ديال الرياضه، وصراحه هي من خوارم المروءه هذاك اللباس. ولا راه مشكله اللبس. انا كيعجبوني بعض الابطال ديال الجرا كيجري بالقشابه ديالو فوقيه يلا بالفوقيه ديالو كيجري. وانا كاينه وانا كنعمل شي مخالفه، ولكن المهم ماشي مخالفه يعني مغلظه. كان واحد الفقيه عندنا كان يضرب بفوقيه ديال تمشي مع الصباع ديال عندي صحابي والذلابه اللي سوى السبل ديالو والذلابه وغادي معاه عندي خاي يدري معاه خاي حسن. كنقول له انا راه اسمعني فقيه، انا راه من الزمان ديالي قبل ما كنعرف يلا انا مسلم وكنت كنصلي، وملي نشات على راسي وانا يعني تزدت الحمد لله في بيئه المسلمين فهمتيني. ملي تزدت وكنعرف صحاب الفضيله وكنا كنحبوا اهل الفضل، نشوف شي فقيه عنده باللحيه وهذا نقدروه ونبوسلو يدو. هذه عندنا من الفطره ومن البديهي. اللي بغيت نقول لك كنت صغير ودابا انا كنت كنداول الرياضه. ملي كنت صغير مثلا 13 عام 14 عام 15 عام كنت كنستر العوره ديالي. كاين واحد السريول كيلبسوه هما يلبس كليطات انت كلها كتشوفهم واحد السريول، وانا كنلبس شوف كنلبس واحد السبيدو طويل حتى فايت ركبه، وكنلبس هذاك ديال اللي كيلبسوه هما ديال بشكليطه هذاك السويكارج، وهذا كنلبس فوق منه شورت مفضفض. يلا الله تعالى يعافينا والله يتوب علينا ونسال من الله تعالى والله يتزاوج علينا. امين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا تستريح والعباد. لكن الانسان والله تيخاف على راسه وعند الله تجتمع الخصوم. عندك يبان لك الحق وتغلفوا. واتقوا يوم ترجعون واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفاكم فيما كسبتم من اجل الله. دابا عمي فقيه شي وحدين ملي كتشوف شي وحدين ملي كتسدل لهم شي نصيحه بحال هيدا كيمشيو لك شي غلط عملتيه. وانا شنو الغلط عملت؟ وراه من 2005 وانا بفضل الله عز وجل وانا في هذا المجال التواصلي كنتكلم معك عن الفقيه من 2005 وانا خاشي رجلي في هذا المجال التواصلي. وشي وحدين يوم يحفروا يوم يبحثوا لي على شي زلقه ما لقاو شي سنتي مع الفقيه، وهذا يعود الفضل لله سبحانه وتعالى. ولكن انت باش تعاقب عليه وكذا وهذا، ولكن دار النصيحه كما قال سيدنا ادم لسيدنا موسى ياك قال له اتلوموني. سيدنا موسى قال له يا بني ادم كما جاء في معنى الحديث عن النبي قال له خرجتينا من الجنه وكذا. شنو قال له بني ادم؟ قال له اتلوموني. والمهم هذا ما كان الاخوان يسامحونا والله الذي لا رب سواه ما اردنا الا الاصلاح. راه المساجد ديالنا والله سابقينا نحشموا وندخلوا له بقينا نحشموا ونتقوا الله السر العوره ديالك. اسمح لي غير وزا واحد النصيحه. كاين بعض المساجد ما تعاودت لهم الزرابي خصهم يردوا لهم الزرابي. كاين بعض المسؤولين لا بعض المسؤولين عمي فقيه النبي كان كيستجد منه للتراب وكيقول سبحان ربي الاعلى وربي كيتجاوب معاه ومعانا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللي بغيت نقول لك مابقاتش في الزرابي بقات في ستر العوره. نستروا العوره ديالنا بعدا اهم حاجه هي ستر العوره. نطلعوا سراولنا ونزيروا على سراولنا ونلبسوا شي لباس اللي يليق بينا حنا كمسلمين. ونرى هذاك الاشاره اللي شفت ليها وهذاك المثال العظيم اللي بينته راه البوليسي باش كنعرفوه باللباس بالزي ديالو. الله يرضى عليك. البوليسي كنعرفوه هذا بوليسي كنعرفوه باللباس. هذا دراكي وهذا شرطي كنعرفوه باللباس. وهذا مسلم باش يشوفوك وليداتك ويشوفوك جيرانك ويشوفوك الناس لمدينتك ويشوفوك الناس العالم يقولوا هذا مسلم وهذا لباس المسلمين وهذا لباس المغاربه وهذا هو. مع السلامه هاك شاد. يا جميل يا جميل يا جميل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومع السلامه صافي تبارك الله عليكم. متابعي قناة أبو حفص حيلي لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.